السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كورس تعلم الإكسل للمبتدئين. حلقة النهاردة سهلة وبسيطة جدا ومهمة قوي، هنفهم فيها إزاي نحسب المتوسط في الإكسل بس بطرق مختلفة. معانا 4 دوال شبه بعض شوية وناس كتير بتتلخبط فيهم، اللي هم الأفريج والأفريج A والأفريج F والأفريج F. طيب خلينا نشوف يعني إيه متوسط. المتوسط ببساطة هو إننا نجمع الأرقام كلها وبعدين نقسمهم على عددهم. في الحلقة دي بقى هنتعلم إزاي دالة average بتحسب متوسط الأرقام بس، وليه الافريج A مختلفة شوية وبتحسب حاجات تانية، وازاي الافريج F بتحسب متوسط ارقام بشرط واحد بس، وازاي الافريج F بتحسب متوسط باكتر من شرط. هنشوف امثلة سهلة جدا علشان الفكرة تدخل في دماغك من غير تعقيد. في الاخر هتعرف تستخدم انهي دالة في انهي وقت وما تلخبطش بينهم تاني ابدا. لو لسه بتبدأ في الاكسل الحلقة دي معمولة مخصوص علشانك. يلا نبدأ مع بعض خطوة بخطوة. خلينا نبدأ باول دالة اللي هي دالة افريج. دي بقى اسهل واحدة فيهم، بتبص على الارقام بس. يعني لو عندك ارقام زي 10 20 30 هتجمعهم في الاكسل هيبقى 10 زائد 20 زائد 30 هيديك 60، وبعدين بنقسمهم على عددهم اللي هو 3 يبقى 60 على 3 ب 20، يبقى المتوسط عندي 20. الدالة دي بقى مش بتحسب خلايا فاضية ولا كلمات ولا ترو فولس، يعني ارقام وبس. تاني دالة معايا اللي هي الافريج A. دي شبه الافريج بس اذكى شوية، بتحسب الارقام وكمان الكلمات وكمان الترو والفولس. طب ازاي؟ هي بتحسب الكلمة بصفر والفولس بصفر والترو بواحد. يعني لو عندك 10 و20 وكلمة وترو، هي هتحسب الكلمة بصفر والترو بواحد وتجمعهم على 10 وال20، يبقى مجموعهم هيبقى 31، وهتقسمهم على عددهم اللي هو 4، يبقى المتوسط عندي 7.75. طب نستخدمها امتى؟ لما تكون البيانات فيها ارقام وحاجات تانية مختلطة. عندنا بعد كده دالة average F. هنا بقى دخلنا في الشروط. average F بتحسب المتوسط بس بشرط واحد بس. يعني مثلا عندك درجات طلبة 50 70 90 40، وانت عايز تحسب المتوسط بس للدرجات اللي اكبر من 60. هنا بقى هتستخدم average F. الاكسل اللي هتشوف الدرجات اللي اكبر من 60 اللي هي ال70 وال90 وهتحسب المتوسط بتاعهم. بنستخدمها امتى؟ بنستخدمها لما نقول اكبر من اصغر من يساوي، يعني شرط واحد بس. اخر داله معانا النهارده هي الافريج افس. دي بقى الكبيره فيهم. افريج افس بتحسب المتوسط بس باكتر من شرط. يعني مثلا لو عندي درجات طلبه وانا عايزه احسب متوسط عدد البنات اللي درجاتهم اكبر من 70، يبقى عندي الشرط الاول ان النوع يكون بنت، والشرط التاني ان الدرجه تكون اكبر من 70. الاكسل بقى هيختار الارقام اللي حققت الشرطين مع بعض وبعدين يحسب المتوسط بتاعهم. افريج افس بنستخدمها لما يكون عندنا شرطين او 3 او اكتر. تعالوا بقى نطبق الكلام ده عملي على الجدول اللي قدامنا. الجدول ده فيه درجات طلبة مختلفين، فيه أولاد وبنات، وفيه مراحل تعليمية مختلفة، وكمان أكتر من اختبار اتعمل. ومن خلال الجدول ده هتفهم إمتى تستخدم كل دالة بسهولة وبالعقل مش بالحفظ. الأول نفهم الجدول بسرعة. الجدول ده فيه اسم الطالب، نوعه ولد ولا بنت، الصف الدراسي، المادة، درجات الامتحانات التلاتة، وهل مؤهل للبونص ولا لأ. لو جينا بصينا تحت الجدول هنلاقي عندنا شوية أسئلة عايزين نجاوب عليهم. أول سؤال بيقولي إنه عايز متوسط درجات الطلاب في الامتحان الأول. طيب أدي الامتحان الأول، أنا عايز أعرف المتوسط بتاعهم. لو جينا بصينا على العمود هنلاقي إنه كله أرقام، إذا أنا هستخدم دالة average. يبقى هقول بيساوي average، تمام، وهاجي أختار كل الخلايا الموجودة في درجات الامتحان الأول، واجي اقفل القوس واعمل انتر. هيديني ان متوسط درجة الطلاب في الامتحان الاول هو 80. السؤال اللي بعده بيسألني بيقولي ان هو عايز متوسط المؤهلين للبونص. المؤهلين للبونص لو جيت بصيت على العمود بتاعه هلاقي ان هو فيه كلام عبارة عن يس ونو. اذا انا هنا مش هقدر استخدم دالة افريج، هقدر استخدم دالة افريج ايه، لان هي بتقدر تاخد ارقام وبتاخد كلام وبتاخد true وفولس. فبالتالي هاجي أقول يساوي average A، وهاجي أختار العمود بتاع eligible for bonus وأقفل القوس وأقول enter. لو جينا بصينا للسؤال الثالث هلاقي إن هو طالب مني متوسط درجات البنات في الامتحان التاني. يعني عايز متوسط الدرجات بتاع الامتحان التاني بس بشرط إن يكون الجندر أو النوع بنت. يبقى إذا إيه؟ أنا هستخدم دالة average F لأن أنا عندي شرط واحد بس اللي هو النوع إنه يكون بنت. هقول له يساوي average F، وهاجي أول شرط عندي إن أنت هتروح عند العمود بتاع النوع، ولو لقيت إن
النوع هو فيميل أو بنت، ولازم أكتب الحرف هنا زي ما هو مكتوب بالظبط عندي في العمود، يبقى هكتب له F كابيتال. تمام، يبقى أنا أول حاجة بقول له الشرط لو لقيت إن في العمود بتاع النوع بنت، تمام، هتروح للعمود بتاع الاختبار التاني وجيب لي المتوسط بتاعه، واقفل القوس واقول انتر. هو كده راح عند العمود رقم 2 وشاف النوع لما يكون بنت هيجمعه ويحسب المتوسط بتاع اجمالي الجمع ده. نيجي بعد كده للسؤال الرابع، بيقول لي عايز متوسط درجات الاولاد في الامتحان التاني لما كانت المادة رياضيات. لو بصينا هنا على السؤال هنلاقي ان انا عندي شرطين. اول شرط ان انا عندي النوع اولاد، وتاني شرط ان انا عايز المادة تكون رياضيات او ماث. يبقى انا هنا هستخدم هستخدم average Fs. هقول له بقى، هقول له ان انت هتروح عند العمود بتاع الاختبار التاني، تمام، وهتحسب لي المتوسط بتاعه بس بشرطين. اول شرط ان انت هتروح عند العمود بتاع النوع، واروح مسلكه العمود بتاع النوع، تمام، وتحسب المتوسط لو لقيت ان النوع ميل. ده اول شرط. والشرط التاني هتحسب المتوسط لو لقيت المادة، وهبتدي أسلك العمود بتاع المادة لو لقيت المادة ماث، ولازم أكتب بالظبط زي ما مكتوبة عندي في العمود، تمام. وإحنا قلنا إن في خاصية تانية إن أنا ممكن أقف عليها أو أقف على الخلية اللي مكتوب فيها ماث وهتنزل لي هنا، بس إحنا مفضلش الطريقة دي علشان لو تغير أي حاجة في الخلية دي أنت المعادلة بتاعتك اتضربت. نيجي بعد كده نقفل القوس، تمام، وندوس انتر. هو كده حسب لي متوسط درجات الأولاد في الامتحان التاني لما كانت المادة رياضيات. وبكده نكون خلصنا النهاردة الدرس بتاعنا وعرفنا الفرق ما بين الأربع دوال. الخلاصة average هي أرقام بس، average A هي أرقام وكلام وtrue false، average F هي متوسط بس بشرط واحد، average F هي متوسط بأكتر من شرط. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.